السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم، خير من صلى وقام، خير من وقف بالمشعر وطاف بالبيت الحرام، خير من صلى بليل ومعظم خلق الله عز وجل نيام. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عدد ما تلفظ أحدا من خلق الله عز وجل بكلمة الإسلام، صلوات ربي وسلامه عليه، عدد ما سمعت أذن بخبر، وعدد ما اتصلت عين بنظر. ثم أما بعد، عباد الله، سوف نستهل لقاءنا اليوم بمشيئة الله تعالى عند آخر رجل يدخل الجنة. اسمع رعاك الله، آخر رجل يدخل الجنة يمشي مرة، ويكبو على ركبتيه مرة، ويسقط مرة، ويسقط مرة في النار، ويقوم مرة، ثم يقف ويقوم ويقع. ومع ذلك قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لتفادي هذه الأمور يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إليك بالحل لهذه العثرات. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، فهذه تحل تلك. اسمع، خد بالك من الحل. من نفس عن مؤمن كربة من كربات الدنيا نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. لا تستصغروا الحسنات، إن الجبال من الحصى ربما هي المنجية، فهذه تحل تلك. حتى إذا جاوزها وقام بعد عثراته وعبر الصراط وعد النار وذهب إلى الجنة، فإذا جاوزها قال: الحمد لله، الحمد لله الذي نجاني، الحمد لله الذي نجاني. ثم ترفع له شجرة بعد أن ينجو، ترفع له ذلك الشجرة، فيقول: ربي اعطني هذه الشجرة لكي أستظل بها وأشرب من مائها. اعلم رعاك الله لماذا ذكر لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه القصة؟ ليدلنا جميعا على سعة رحمة الله عز وجل، وحتى ييسر لنا الأمور ويبعث في قلوبنا الأمل ويبث الأمل إلينا في سعة رحمة الله عز وجل، حتى لا يخرج علينا أناس يقنطوننا من رحمة الله ويضيقون علينا سعة رحمة الله عز وجل، ويقنطون الناس من رحمة الله. فترفع له شجرة فيقول: أي ربي أعطني هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها. ومع ذلك اليوم حر شديد وهول لا يقدر عليه إلا من رحم ربي. فتخيل تلك الشجرة بظلها ومائها العذب. تخيل في هذا اليوم شجرة ظلها وماؤها، كيف تكون هذه الشجرة؟ اعلم رعاك الله إن في ذلك اليوم يخرج الحق سبحانه وتعالى من بطن الكدر ألطافا، ثم يقول: والله ربي
لن أسألك بعدها شيء. ثم ينظر أمامه فتوجد شجرة أخرى ولكن أكبر من الأولى، شجرة أخرى أكبر من الأولى مساحتها وماؤها، فيقول ربي أعطني هذه الشجرة، فيقول له الحق ألم تعدني أنك لن تسألني ثانية؟ فيقول ربي لن أسألك بعدها شيء، فيعذره الله عز وجل شفقة عليه. كم أنت رحيم بنا يا الله، فيعذره الله شفقة عليه وعلى ما هو فيه وعلى ما صبر من صبر وتعب حتى وصل إليها، فيعطيها له. إنه الكريم، إنه الكريم. ثم ينظر مجددا فيجد على باب الجنة ترفع له شجرة أخرى، فيقول ربي اعطني هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله ألم تعدني أنك لم تسألني ثانية؟ فيقول ربي لم أسألك بعدها شيء، لكن اعطني هذه الشجرة، فيعذره الله ثانية ويعطيه له ويعطيها له. كم أنت رحيم بنا يا الله. فإذا به يستظل بهذه الشجرة ويشرب من مائها، فيسمع أصوات نعيم أهل الجنة، فيقول رب أدخلني الجنة. يسمع أصوات أهل الجنة، فيقول ربي أدخلني الجنة، يطمع في كرم الله عز وجل، فيقول الله له أتحب أن تعود إلى الدنيا وأجعل لك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد أتستهزأ بي وأنت رب العالمين؟ وعندها يضحك الإله. فيقول ابن مسعود عندما وصل إلى هذه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ضحك، وحين قالها ابن مسعود ووصل إليها ضحك، فسألوه ماذا يضحكك؟ فيقول سمعتها من الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندها ضحك النبي، وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع العبد، الله عز وجل لما سمع العبد قال هذا ضحك الحق. وهنا كلمة ضحك الحق تفسير وتفسر بمعنى الرحمة، ضحك الإله بمعنى الرحمة، أي رحمة بعبيده. وهنا نعلم جميعا أن هذا الدين جاء ليفرح الجميع ويبشر الجميع، فليس بدين نكد ولا تضييق. دين الإسلام دين السعة. ما خير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في أمرين إلا اختار أيسرهما. ما خير الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قط في أمرين إلا اختار أيسرهما. ويظل الرجل يتمنى والله يقضي له، ويظل الرجل يتمنى والله عز وجل يقضي له. وفي لفظ الإمام البخاري حتى تنتهي الأماني، ظل الرجل يتمنى حتى لم يعد عنده أماني، لم تعد له أماني، فهو يتمنى والله عز وجل يعطيه، فهو الكريم. فإليكم أن تعلموا أن هذا آخر رجل يدخل الجنة، فما بالنا بمن يصلي ويقوم ويصوم ويحج ويزكي، ومن يسير على منهج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وعلينا جميعا أن نعلم أن العيون التي بكت من خشية الله حرمت على النار. العيون التي بكت من خشية الله حرمت حقا على النار. وقطعيا أن القلوب
التي اشتاقت إلى الله عز وجل ستكون من أهل الجنة قطعيا. إذا اشتقت إلى الله عز وجل بقلبك ستكون من أهل الجنة. أسأل الله العلي العظيم أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة. اللهم اجعلنا ممن خروا لك سجدا، وممن لهم بالكعبة عهدا وموعدا، ومن اتبعوا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وخروا إليك سجدا. اللهم آمين. اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان من توفيق فمن الله عز وجل وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فوارد لا شك فيه، فمني أنا ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يلقى به في نار جهنم. أعاذنا الله وإياكم.